السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لوميلومة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اتأخرت عليكم كتير ولكن أنا يمكن صوتي لسه باين عليه، أنا واخدة دور برد قوي جدا، بس الحمد لله أحسن من الأول بكتير. وبس هما شوية الكحة عشان الحساسية اللي عندي مضايقني. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده بقى هعمل معاكم روتين سريع خفيف، روتين اليوم اللي انا نازله رايحه فيه مشوار. بعمل ايه خلال اليوم واليوم بيمشي معايا ازاي؟ زي ما انتوا شايفين انا صحيت الصبح، قررت ابسط نفسي، قررت اعمل فطار مميز شويه وادلع بيه نفسي شويه. بقى قايمه من معايا يا جماعه، زي ما انتوا شايفين قطعت شويه طماطم وقطعت شويه فلفل رومي، وهنا كان في شريحة لانشون وحتة من الجبنة التركي، لقيتها كده هتنشف وتقدد، اسيبها ارميها ما يحصلش. قلت اخدهم كده اقطعهم على بعض واعمل بيتزا بلدي. حطيت هنا رغيف زي ما انتوا شايفين، ده عيش تورتيلا. حطيت هنا واحد من العيش التورتيلا في الرف ده بتاع الاير فراير. وعندي هنا شوية من صلصة البيتزا كانت جاهزة عندي في التلاجة، كنت عاملة لهم بيتزا من كام يوم وزاد عندي صلصة فشيلتها في التلاجة. دهنت كده وش الرغيف زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ارص الخضار اللي انا قطعته، الطماطم والفلفل واللانشون والجبنة التركي. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا هنا معايا بيضتين كسرتهم في الطبق وضربتهم كويس بشوية ملح وفلفل اسود. اظن مفيش اسهل من كده. وبعدين هنزل بالبيض على الدوشة اللي انا حطيتها على الرغيف دي. وبعدين يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده البيض هوزعه على العيش عشان يبقى كله متساوي. المهم بقى حبة من الجبنة الموتزاريلا، شوية كده من الجبنة الموتزاريلا على وش الخضار ده كله، وادلع نفسي بقى وادخل الكلام ده في الاير فراير. وبعدين نشوف شكلها بقى طالع عامل ازاي. افطر بقى واتمزج بقى. هنا انا شغلت الاير فراير، على فكرة في ناس كتير طلبت مني ريفيو عنها، حاضر هعمل لكم ريفيو عنها قريب قوي. دخلت الاير فراير زي ما انتم شايفين على 10 دقايق ودرجة حرارة 180. خلصت معايا كده زي ما انتم شايفين بعد 10 دقايق بالظبط. طبعا لو عايزاها اسرع هعلي درجة الحرارة، بس العيش هينشف يعني هيبقى مقرمش. لو انت حابة الحاجة مقرمشة ممكن بقى تزودي درجة الحرارة وهيبقى وقت اقل، يعني بدل 10 دقايق يبقى هيتعمل معاكي بيتزا في 5 دقايق مثلا، لو انت بتحبيها مقرمشة يعني كريسبي كده. زي ما انتوا شايفين بقى هقطعها كده سلايزات واعمل كوباية شاي بقى كده اظبط بيها المزاج علشان اخلص اللي ورايا كله بسرعة وانزل اجري اروح مشواري. طبعا مشواري هتعرفوه قريب، احنا في تجهيزات بقى اليومين دول عظيمة يعني. خطوبة روان خلاص واحنا بقى بنجهز للخطوبة بتاعتها وكده، فكل يوم بننزل ونطلع، فطبعا لازم برضو البيت ياخد حقه من الكلام اللي احنا بنعمله ده. فطرت وشربت الشاي، يلا بقى نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوى المتين. الدعاء الجميل اللي أنا بقوله كل يوم عشان ربنا ينزل لي ملايكة كده تساعدني. كان في كام حاجة كده في الحوض قلت اغسلهم على السريع قبل ما ابدأ في الغدا. النهاردة هعمل معاكم غدا سريع ولذيذ قوي، هتحبوه جدا. اولا كلنا طالعين من شهر رمضان زهقانين من الاكل كله، يعني عايزين حاجات سريعة وخفيفة وبسيطة وما توقفناش كتير في المطبخ، وخصوصا كمان ان احنا اليومين دول ايام امتحانات، يعني كل واحدة فينا مش فاضية، واللي عندها بتروح تودي دروس وبتجيب من دروس، واللي عندها مش ولادها عندها دروس في البيت. يعني بجد ربنا المستعان، اليومين دول يومين صعبين جدا على البيوت كلها يعني. زي ما انتوا شايفين كده هخلص شوية الحاجات اللي في الحوض على السريع. طبعا طول ما الحوض فاضي انتي تقدري تشتغلي بمزاج وتقدري كده تقفي وانتي نفسك مفتوحة. انا عن نفسي طول ما الحوض مليان مواعين انا ما بعرفش اشتغل. هنا بقى عمرو كان صحى وطلب مني برضو بيتزا من اللي انا بعملها له، بقى بيحبها قوي على فكرة. حطيت له واحدة تانية في الاير فراير، وهنا بقى بعد ما سويتها نص تسوية طلعتها رشيت له عليها الجبنة، ان هو بيحب الجبنة سايحة بس مش بيحبها متحمرة. فاهمين القصة ايه؟ المهم رجعت تاني للحوض
وزي ما انتوا شايفين كده انا بنضف بقى الحوض من اي بواقي نزلت فيه، وبغسل الفوطة بتاعتي اول باول كده، وبنضف الحوض كويس علشان ارجع بقى الحاجة اللي انا غسلتها في الحوض واشطفها على طول واشيلها. يعني طريقة سهلة لغسيل المواعين يا جماعة، مش اكتر يعني. لقيت كمان المواعين مش كتير، مش مستاهلة ان انا اشغل لها غسالة الاطباق، فبصراحة يعني قلت ايه، يلا اغسلهم كده على ايدي بسرعة، مش لسه بقى هقعد افضي الغسالة واملى الغسالة كان فيها مواعين كتير مغسولة، فانا كسلت افضيها بصراحة. المهم كده خلصت المواعين بتاعتي، هشطفها بقى وارجع كل حاجة في مكانها، واللي عايز يتصفى برضو هوديه مكانه عشان يتصفى. وكده يبقى خلصت اي حاجة موجودة في عاملة كركبة في المطبخ. طبعا المطبخ كله نضيفه زي الفل من بالليل، مفيش بس غير الكام حاجة دول اللي كانوا في الحوض. يعني تمني بتقوم الصبح بدري بتذاكر، بتبقى سهرانة بالليل برضو بتذاكر، اختها بتبقى رايحة جاية عليها بيعملوا حاجات ياكلوها، ساعات بيكسلوا يغسلوا الحاجة بالليل فبيسيبوها لي، فربنا المستعان مش هسيبهم يعني، هاخد حقي منهم. خلصت البيتزا بتاعت عمرو واديتها له عشان يفطر هو كمان، ودلوقتي بقى هبتدي اعمل الغدا معاكم. دي يا جماعة طريقة حلوة جدا، تقدري تعمليها بصدور الفراخ، تقدري تعمليها بالفراخ الفيليه، تقدري تعمليها من الوراك. انا هنا عندي وراك مخلية زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها عشوائي يعني الشكل اللي تحبيه زي ما يجي معاكي. هقطع انا معايا 4 من الوراك، 4 وراك مخلية. خلاص، تقدري تجيبي لو انت عندك فراخ بانيه اللي هي الفيليه اللي احنا بنعملها بانيه، عشان في ناس يا جماعة بتقول عليها فراخ بانيه. طب ما الفراخ البانيه دي بانيه يعني احنا تبلناها بيض وبقسماط وهنقليها، لكن هي اصلها ايه؟ اسمها ايه؟ فيليه، فراخ فيليه. في فرق لما تقولي فراخ بانيه يبقى انت الفراخ اللي عندك دي مقليه بالفعل بالفيجيتار بقى او بالبقسماط، لكن فراخ فيليه دي الفراخ اللي هتجيبيها بقى وتعملي منها اللي انت عايزاه، سواء تعمليها فراخ بانيه، سواء تقطعيها شاورما، سواء تقطعيها تفرميها حتى وتعمليها كفتة فراخ، ايا من كان. تمام. هنا انا قطعت الفراخ بتاعتي وهنقعها في ميه وليمون، وغسلت القطاعه بالمره يلا عشان ما اسيبش حاجه في الحوض، انا مستعجله وعندي مشاوير يعني عايزه اخلص اول باول اللي ورايا كله. طيب هجيب بقى شويه من الخضار، فلفل اخضر على فلفل رومي، عندك فلفل الوان ماشي. بصوا الاكله دي بجد ما بتقولكيش لا على حاجه، اي حاجه موجوده عندك ارميها فيها، بجد بتطلع خطيرة ولذيذة وخفيفة. ممكن تاكليها بالعيش، ممكن تعملي جنبها رز بالشعرية، ممكن تعملي رز بسمتي، يعني بصوا ليها كذا طريقة، ممكن بقى بالعيش وبطاطس محمرة جنبها كده، حاجة سريعة كده وبسرعة بسرعة عشان ايه ألحق أشوف مشاويري. طيب اهو زي ما انتوا شايفين قطعت الفلفل، وادي كمان الطماطم، شوية من الفلفل على شوية من الطماطم. بصي بقى، ودي حاجة بالنظر يعني، انت على حسب بقى الكمية اللي هتعمليها لولادك. تمام. لو انت عاملة كمية فراخ اقل يبقى طبيعي هتقللي الخضار، لاني ما تبقاش بقى ايه، عشان الفراخ تبقى باينة فيها، ما تبقاش كلها خضار يعني. طيب قطعت الطماطم بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين، تقطيع عشوائي برضو يعني، مش شرط حاجة او شكل معين. ومعايا حزمة من البقدونس غسلتها كويس وقطعتها زي ما انتوا شايفين. وكمان هجيب بقى الصينية بتاعتي واحط ادي الفراخ اللي اتنقعت صفيتها كويس، وادي الخضار بتاعي بصل وفلفل وطماطم وبقدونس، وكمان معايا 3 فصوص توم او 4 مش فاكرة، المهم يعني ههرسهم كده على الكلام ده كله. على فكرة التوم هنا بيدي طعم وريحة ما اقولكمش بقى للأكلة دي، بجد كانت ريحتها قلب الشقة بجد. هحط بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، كاري، جوز الطيب، وشويه من الكزبره. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده هقلب بقى كله مع بعضه بس لما اخلص باقي التوابل بتاعتي. تمام. ادي الكاري اهو، وبابريكا نسيت اقولها. خلاص كده بقى الاكله دي تعمليها كده وانتي باشا، يعني اكله ال5 دقايق زي ما بيقولوا، ويا دوب في صينيه واحده، يعني اكله الصينيه الواحده بقى. بشرت جوز الطيب، طبعا مش عايزه تحطي جوز الطيب ما تحطيش، بس انا بحب احطها، وعلى فكره مش بحط كتير يعني عشان في اقاويل ان هي حرام وكده.
طيب تمام كده، حطيت بقى معلقة حلوة كده من السمنة البلدي، وانتي مش عايزة تحطي سمنة بلدي ما تحطيش، ممكن تكتفي ب3 معالق كده من زيت الذرة. وبعدين هقلب بقى الكلام ده كله. بصوا النهارده لابسه فردتين جوانتي، ما نسيتش. المهم هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا جدا جدا. وبعدين هغطي بالورق الفويل وهدخلها بقى بس قبل ما ادخلها الفرن انا عشان مستعجله عملت ايه؟ نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه صغيره من هريسه الشطه عشان تشطشط الاكله معايا كده، والصلصه عشان تديها صوص كده حلو يتغمس او يتحط على الرز، وطبعا كوبايه ميه سخنه في الاخر عشان تلحلح الموضوع معانا كده ويبقى فيه صوص حلو كده في الصينيه. تمام كده تمام. هنغطي بقى بالورق الالومنيوم، وحطيتها بقى على البوتاجاز زي ما قلت لكم عشان انا كنت مستعجله. طبعا قلعت فرده الجوانتي اللي اتوسخت. ماشي، هحطها على النار من فوق 10 دقايق وبعدين هكمل سواها في الفرن. هي اخدت 10 دقايق على البوتاجاز من فوق وحوالي 10 زيهم في البوتاجاز من تحت، يعني الموضوع كله 20 دقيقه. عبال ما الاكل بتاعي استوى دخلت لميت الغسيل، وطبعا كان عندي غسله بتتغسل. بعد ما لميت الغسيل ده تقى بقى نشاره الغسيل اللي كان بيتغسل، وانا طبعا كملت بقى باقي شغل في البيت معاهم. احنا كنا مستعجلين وكل واحد فينا كان بيعمل حاجه، يعني هم نظفوا اوضتهم ونظفوا اوضتي وانا خلصت بره زي ما انتم شايفين كده. انا بقى عندي عاده، انا يوميا يا بنات لازم امسح قدام باب الشقه بالميه والملح. مش عارفه هي دي عاده فيا، بس يوميا قدام باب الشقه نظيف مش نظيف مش مشكله عندي، المهم ان انا اشفط بالمكنسه. هنا الحاج بقى رجع وكان عايز ياكل اي حاجه مرطبه، فروحت قطعت له بطيخ هو وعمرو. تمام كده. فلازم بقى قدام باب الشقه ده مهم قوي عندي ان انا امسح كل يوم بالميه والملح. يعني دي عاده بقى، يعني انا مش قاصده منها حاجه ولكن انا بحب ده، يعني الملح بيشيل الطاقه السلبيه اصلا. طيب هنا بقى انا لفيت على الشقه كلها بالمكنسه كده على السريع، قلت والاكل في الفرن انجز وقتي واكنس البيت بقى كله، ورتبت طبعا كل حاجه وكده. انا يعني في السليم انزل بقى واسيب البيت زي الفل، واسيب اكل في البيت كمان عشان لما نرجع نلاقي حاجه ناكلها، خلاص منضطرش نشتري اكل من بره. اهو الاكله بتاعتي شايفين طلعت من الفرن متشكشكه وجميله ازاي. وكده الحمد لله خلص يومي، واقول لكم بقى باي باي علشان انا جا وقت النزول.